ازيكم يا شباب؟ عاملين إيه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده جايب فيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب هيكون مختلف خالص، عشان فيديو النهارده يا شباب هعلمكم ازاي تبدا استثمار صح، وكمان كيفيه معرفه المواقع النصابه والمواقع اللي ممكن تشتغل فيها وتقعد فتره طويله على حسب خبرتي في الاستثمار. فطبعا يا شباب خلونا نبدا مع الفيديو. اول حاجه يا شباب هوريكم مثلا مثال على المواقع اللي هي بتنصب على طول، واللي كمان اللي ما بتطولش. مثلا يا شباب عندك الموقع ديت اللي بيقول لك مثلا التك انا بيديك 35 دولار هديه. بعد كده بيقول لك الفاي بي الاول ب 45 دولار، فهو بيقول لك يعني ان انت المفروض تشحن هنا 10 دولار عشان يفتح لك الفي اي بي، ويديك كل يوم مثلا 3 دولار، يديك كل يوم 4 دولار. طبعا يا شباب بالعقل كده مثلا انت هتدخل هتاخد كل يوم 4 دولار من 10 دولار لمده شهر. يعني انت هتاخد في الشهر فول ال 200 دولار على 10 دولار. فدي طبعا يا شباب الموقع ده اكيد يعني 100% بتكون نصب، يعني اكتريتها بتكون نصب يا شباب. وكمان يعني لو انت دخلت وعايز تجرب في موقع وعايز برضو تحط فلوسك، هتلاقيه بعد يومين بالظبط او 5 ايام بالكتير هتلاقي الموقع قفل. اصل الموقع انت هتحط له 10 دولار، ازاي هيديك كل يوم 4 دولار؟ وكمان انا مجرب المواقع ديت وقفلت مرتين برضو لحد ما اتعلمت منها. يعني برضو هيجي يقول لك هنا، وكمان بيقول لك مثلا البرقيه ومش عارف ايه، كل ده بيمسحوها يا شباب. يعني والمواقع ديت 99% او 100% بتبقى نصابة على طول وما بتطولش، واخرها 3 ايام. عندك برضو يا شباب موقع برضو زي الموقع ديت، سجل برضو دلوقتي واعرفكم. الموقع ديت مثلا اهوت يا شباب فتح، بيقول لك برضو اللي انت حط مش عارف 5 دولار وخد 20 دولار. طبعا يا شباب ده كان ايداع اهوت، وبرضو مفيش حاجه وصلت. ويا احنا حطينا 20 دولار وبرضو مفيش حاجه وصلت. وانا بقول لك 2 دولار. كلمت برضو خدمه العملاء تروح تكلمهم مش بيردوا، وهم لحد الان فاتحين وبينصبوا برضو على الناس. فخلي بالكم الموقع ديت بتبقى برضو نصابه. فعندك برضو موقع يعني مثلا الموقع ديت يا شباب هو مش نصاب. يعني انت الموقع ده بيقول لك مثلا حط 20 دولار، الموقع اللي بتقول لك مثلا حط 20 دولار وخدها في نفس اليوم 21 22 كده. فده شباب مش نصاب. يعني انت يعني الافضل لك تشتغل عليه 3 ايام لحد اسبوع. يعني مثلا اوريكم برضو انا عملت في ايداع وسحبت عادي. هنا بقول لك استلم الجواز هنا بتاعت مثلا لا الفريق. فمثلا لو انت بتقول لك هنا عند ملكي، بعد كده سجل، هنا بقول لك النجاح سجل الشحن، وهنا سجل الايداع. تمام، هو لحد الان شغال تمام. بس المواقع ديت برضه بتقفل، يعني ما بتقعدش كتير، يعني اخرها بتكون شهر. فالمواقع ده تعتبر يعني مش نصابة قوي، الا لو واحد مثلا دخل فيها في اخر الشهر مثلا فممكن تنصب عليه. عندك هنا المواقع المجانية برضه، اللي بيقول لك هنا يوم التك اهلا بك. فبرضه الثانية بس يا شباب هسجل، بيقول لك حساب جديد. تمام، هنا بيقول لك تسجيل الدخول. هنا بيقول لك تمام ما تدخل هنا. تمام، هنا بقول لك ان الموقع هتسيبه يعدي وتدعي اصدقائك وتعمل 99% شباب من الموقع ده بتكون بتدفع عادي. بس انت طبعا لازم تعتمد على الحالة بتاعتك، وكمان بتسحب عادي. يعني عندك الموقع ديت يعني هو كان شغال عادي تمام، بس دلوقتي متهيألي وقف يعني 4 دولار. هوريكم برضو حاجة الانسحاب بيقول لي هنا يلغى، وهما اصلا 2 دولار. فالمفروض يعني كتير منهم كان بيتم السحب منه عادي. برضه شباب يعني المواقع برضه اللي شغاله بتقعد فتره طويله. الموقع ده شباب شغال بقاله حوالي سنتين، وانا شغال معاه اصلا بقاله حوالي مش عارف في حدود شهرين ولا حاجه، والموقع ده شغال عادي. ده ازاي بقى تعرف الموقع هو صادق ولا لا؟ اول حاجه يا شباب هيكون الموقع مثلا بيقول لك حط مثلا 10 دولار، وفي خلال 10 ايام هتاخد 5 دولار. يعني نسبه الربح حوالي من 2 ل 5%. ده بيكون موقع شغال يعني قدامه من شهر لحد 5 شهور ولا حاجه زي الموقع ده كده. فمثلا انت بتتك هنا ملكي، بعد كده بيقول لك يعني برضه انا اوريكم السجل بتاعي. هنا البتاع، هنا بقول لك كل، هنا الايرادات المصروفات، هنا بقول دي كله يا شباب سجل السحب من الموقع. تمام، هنا برضه اوريكم آلة التعدين بتاعتي، سجل التعهد. بيقول لي هنا 200 يوم، هي بتكون 200 يوم تمام. بس انا عامل من شهر 10، يعني احنا النهارده شهر 12 حوالي كده. فيعني بقاله شهرين معايا ولسه شغال عادي. وكمان هنا بقول لك لو انت عايز رويال، يعني بتكون نسبة الربح بتاعتهم يا شباب صغيرة جدا، وحتى نسبة الأحالة من 3 ل 5%، فمش كبيرة. فالمواقع دي يا شباب بتكون شغالة وبتقعد فترة طويلة. وحتى لو انت برضو عايز تتأكد بتلاقي عندهم جروب تليجرام وفاتحينه عادي يعني، والناس بتتكلم عادي في المواقع ديت. بتكون بتكون يا شباب مش نصابة. حتى هنا برضو عدد المشتركين 152,000، ودي التوقيت بتاع الولايات المتحدة. عندك برضو موقع يا شباب زي ديت. فانا بيقول لك هنا يا شباب المواقع دي برضه ممكن تقعد لها حوالي شهر.
عشان برضو نسبة الربح بتاعها بتكون مش كبيرة. هنا بالجنيه المصري طبعا الموقع ده شغال، وعندك برضو زي الموقع اللي هو زي ديت، هدخل عليه برضو يا شباب اوريكم الموقع ده يا شباب. انا شغال عليه عادي بقى 10 ايام. وهنا برضو التكة عندي، انا التكة عندي سحب، التك عندي السجل بيقول لي تم السحب بنجاح مرتين، انا اللي لاغي طبعا العمليه ديت. وهنا الموقع ده شباب برضو عشان شغال في جنوب مصر، فما انصحش حد يعني يدخله دلوقتي الا بعد راس السنه او بعد اسبوع، عشان هو شغال بقاله شهر فممكن يقفل في اي وقت. تمام يا شباب. برضو لو انت عايز يعني المواقع برضو بتكون، يعني المواقع اللي انت تلاقيها مثلا نسبة الربح بتاعها من 3 ل5%، فالمواقع دي يا شباب بتكون مطولة شوية. اما الموقع النصابة اللي زي ما قلت لك ديت دلوقتي، دي يا شباب 99% نصابة، منصحش حد يدخل فيها خالص. طبعا برضو عندك ديت هو شغال معايا لحد الآن بس وبسحب عادي، وبرضو دي سكيلات سحب، بس مش عارف هل هو بيقفل بعد 10 ايام مثلا مع ناس وناس لا، بس انا مش عارف، بس انا شغال عليه بقالي يعني. برضه هوريكم دلوقتي الانسحاب، وهوريكم عند الدخل لا مش الدخل، هوريكم عند الوديعة. تمام يا شباب، هرجع اجيبها واوريها لكم. يا شباب خلاص جبتها السجل، بيقول لنا السجل بيقول لنا الايام المتبقية 131 يوم، وهو فترة الصلاحية 180 يوم. طبعا يا شباب اهوت يعني بيقول لنا فترة الصلاحية 180 يوم، يعني برضو يعني شغال بقى 131 يوم، يعني الموقع شغال حوالي بقاله 49 يوم معايا ومفيش حاجة حصلت. هنا برضو عندك اللي هو الاستثمار، برضو هوريكم برضو حاجة هنا برضو عشان العام الجديد وكده، فهم عملوا حاجة جديدة. فانا بقول لك نسبة الربح مثلا 20%، فبرضو يعني نسبة معقولة، يعني مش هقول لك 50%. يعني برضو مثلا هوريكم حاجة نصابة، برضو حاجة زي ترون كده برضو نصابة، هوريها لكم. هوصل الفيديو وارجع لكم تاني. تمام يا شباب، انا دلوقتي دورت على الموقع اللي هو شبه تورون اللي انا كنت قايل لكم ان انا هجيبه، فانا دلوقتي ما لقيتوش معايا وانا مسحته. فتمام الموقع ده كان بيقول لك ان انت مثلا ضيف 5 تي ار اكس خدهم بعد 24 ساعه 10، يعني ضيف 20 تي ار اكس خدهم بعدها 40، ضيف 100 تي ار اكس خدهم بعدها 200 او 400 تي ار اكس. فده طبعا يا شباب مش معقول يعني، وانا برضو حبيت اجرب ب5 تي ار اكس وبرضو ما جابش ربح. فده يا شباب المواقع اللي هي ايه بتكون برضو نصابه بعمله التي ار اكس، يعني بيقول لك مثلا حط 5 تاني يوم خدهم 10. فدي كلها يا شباب مواقع نصابه. فلو انت عايز تستثمر مثلا في مواقع صادقه برضو، لو انت عايز يعني عندك الموقع ده نسبه الربح بتاعته قليله جدا، وبرضو ان شاء الله هبقى انزل لكم مواقع برضو بتدفع وشغاله لمده طويله. يعني طبعا اي واحد بيعمل مثلا اعلان للبتاع ديت للموقع ديت، يعني 99% من اللي بيعملوا فيديو للمواقع ديت 99% بيكونوا عاملينه عشان الاحالات، والناس تدخل وهم ياخدوا من الاحاله مثلا كل واحد $2، او بتبقى الشركه مثلا مدياله بتقول لهم دخلوا 2 مثلا يشحنهم وهنديكوا في اي بي مجاني. فكل اليوتيوب حوالي بيعملوا كده عشان ياخدوا الفي اي بي مجاني، وكمان يخسروا الناس اللي بتدخل ب $10. فدي كلها شباب مواقع انا بقول لكم نصابه. اي موقع شبيه لده، اي موقع يقول لك حط مثلا $2 خدهم $2 بعدها، حط مثلا $10 خدهم بعدها مثلا 25، خدهم بعدها خدهم كل يوم $4 او $2 او حتى $1، دول كلهم نصابين. عندك برضو الموقع ده اللي هو كان بيعتمد على الاحالات، فهو دلوقتي نصب، ما انصحش حد برضو يكمل فيه، كان مجاني. وبرضو كان في اخر 10 ايام كده ولا حاجه انا جمعت برضو 15 احاله ومفيش. بس كده يا شباب نيجي بقى على المواقع اللي هي برضو بتكون يعني نظام مراهنه وحاجات من دي. طبعا هترجم لكم بس الصفحه بالعربي الاول. طبعا عندك موقع اللي هو بتاع التار اكس اللي بيقول لك اعمل ب 20 تار اكس، وكل اليوتيوب برضو عاملين عن الموقع ده عشان برضو الاحالات. انت مثلا بالعقل هيقول لك خش الاستراتيجيه دي، زي موقع فان بوكس ديت اللي هو برضو بتاع اللي هو برضو مراهنات، والموقع ده برضو مراهنات، والموقع بتاع التار اكس برضو ديت مراهنات. طبعا يا شباب بيقول لك هنا مثلا اهوت اعمل، يقول لك مثلا كل يوتيوب يقول لك خش الاستراتيجيه ديت وانت هتكسب ماشي. هو ده اولا بيبقى اعلان وعشان برضو يكسبوا من الاحالات. طبعا يا شباب الموقع ده اول حاجه حرام، وتاني حاجه برضو يعني مش هبل يعني عشان تكسب كله. فانت دلوقتي بقول لك اختار مثلا اللعبه ديت، فمثلا انت واحد من الناس تقوم متك على ديت يقول لك مثلا خدها ال4 مرات. لا يا شباب انت ممكن ال4 مرات كلها تخسر فيها، وغير كده لو انت عملت ايداع فهي اصلا حرام عشان المواقع ديت كلها مراهنات. كمان عندك موقع اللي هو الفان بوكس ده برضو اللي بيقول لك خش مثلا واعمل على الصناديق دي، برضو ده برضو بيكون عشان الاحالات، مثلا الاحاله الواحده على 2 3 $5 على حسب الايداع، وبرضو حرام.
تمام يا شباب. وعندك برضو الموقع اللي هو كان فين بوكس ديت، اللي بيقول لك ماشي لو انت عايز تشتغل على التعدين ذات نفسه، اللي هو فيه قسم مراهنات وفيه قسم تعدين، لو انت عايز تشتغل على التعدين تمام، بس الموقع يعني شغال بقاله مثلا اسبوعين ولا 3 اسابيع، فممكن يقفل، فما انصحكش تشتغل عليه. وبرضو الموقع كمان شغال برضو مراهنات، وكمان اللي يقول لك خش الاستراتيجيه ديت. على فكره كل اصلا اليوتيوبر بيقول لك خش الاستراتيجيه ديت بيربح 2 تاير اكس ويسحب، يعني ما بيربحش حاجه يعني كبيره عشان يقول لك خش الاستراتيجيه ديت وما تخش الاستراتيجيه ديت. طبعا شباب في مواقع كتير قوي بتبقى اللي انت تحط $20، فطبعا شباب برضو الموقع ديت يعني مش حلو قوي، عشان برضو بيقول لك اللي انت تحط $20 مثلا هيكسبك 22، هيخصم رسوم $1.50 دولار، والمحفظه هتخصم منك $1، يبقى انت كده كسبت نص دولار. يعني انت ضحي ب $20، لا اما الموقع يكسب لا اما الموقع يخسر، والاخر اصلا انت كسبت حوالي نص دولار. يعني حطهم في باينانس احسن. تمام. هنا برضو الموقع ده شباب ما وريكوش برضو اللي هو سجل الانسحاب، فبرضه يعني ايه ممكن يعني اي موقع هو عايزك مثلا تحط حاجه في دماغك، ان مثلا يقول لك الموقع ديت مضمون، الموقع ديت مش مضمون. يعني اي موقع هو مش صاحب الموقع، يعني ممكن موقع يكون عامل امبارح يوم قافل في نفس اليوم. يعني حصلت مع ناس جدا في المواقع اللي زي دي، يعني مثلا لسه فاتحه امبارح قفلت بعدها بيوم عادي، او في نفس اليوم المغرب مثلا. فشباب يعني كل موقع انت بتخشه انت وحظك، الا لو موقع مضمون مثلا. يعني لحد الان يعني بقول اللي ديت اضمن موقع لحد الان شفته، وفي ناس كتير قوي ما بتعملش عليه، يعني عشان الاحاله بتاعته مش حلوه. يعني انت الاحاله مثلا ممكن تديك 50 سنت او دولار يعني بكتير، عشان كده متهيألي ناس كتير ما بتعملش عنه. فبرضه يعني كل موقع ممكن يقفل فيه، يعني الموقع ده مضمون وشغال بقاله سنتين 3، ممكن يقفل بكره الله اعلم. فده برضه بتبقى حاجه ترجع لك. بس انا بقول لك على الموقع اللي هي ممكن، يعني احنا بنقول يعني الموقع اللي ممكن تطول، اللي هو زودات مثلا ربحه قليل، وان شاء الله يعني يطول اكتر واكتر. وبرضه يعني الافضل من كل ده وكله، يعني انت يعني تتعلم الاستثمار، يعني برضه مش الاستثمار اللي هو مثلا التداول اللي هي مثلا وجود سعوديه، برضه نظام مراهنات وحرام. فاحسن حاجه يعني انت تتعلم الاستثمار في العملات اللي هي مثلا عمله زي مثلا تار اكس مثلا. يعني ما انصحش على حد في التار اكس عشان اصلا ما بتكسبش كتير. فكل العملات اصلا في منها حرام وفي منها مش حرام، فاكتريتها يعني اكتريتها ما بتكونش حرام. يعني عندك اللونا كلاسيك في ناس كتير اللي بتقول مشروعها حرام، فابعد عنها وخلاص. وفي برضه عملات اللي هي مش حرام، يعني عندك التي دبليو تي مثلا. يعني لو انت تتعلم يعني مش تخش تشتري وخلاص. يعني انت مثلا دلوقتي التي دبليو تي مثلا وصلت للقاع مثلا $1.28، يعني ده مش، يعني انت تتعلم الاول قبل ما تبدا. انا دلوقتي مش بقول لك يعني خش اشتري منها وهي كده، لا انا بقول لك اتعلم الاول. تمام. هي دلوقتي $1.28 مثلا، هي وصلت هنا $1.38. فانت دلوقتي لو كنت داخل مثلا ب$50، فانت دلوقتي كسبت لك $10 في اقل من ثانيه، وفقط يعني وبطريقه ايه مضمونه، ومنصه باينانس طبعا كلها امان. وكمان هتقدر يعني وحتى لو العمله قلت مثلا، العمله عكست عليك مثلا $1.28 ممكن توصل لدولار. تمام. انت ممكن تخلي العمله تاني لو حتى بعد سنتين والعمله هتصعد. يعني اكيد مفيش عمله تستنى سنتين هبطه. يعني في بداية احلى حاجة برضو في العملات. في طبعا عندك هنا الفيوتشر، وده برضو حاجات تانية. وبس كده يا شباب، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة، وبرضو ان شاء الله انزل لكم مواقع مضمونة ان شاء الله. وبرضو لو عايزين اي حاجة اكتبوا في التعليقات، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.